بسم الله الرحمن الرحيم. أختاه هذه قدوتك. عايزة ايه يا اخت قدوة؟ عايزة قدوة في العفو والتسامح، عايزة قدوة في بياض القلب، في صفاء السريرة. خدي القدوة دي، خدي القدوة دي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أختاه هذه قدوتك. زينب بنت جحش كانت النسيبة الوضيئة الجميلة الغنية القرشية، هذه قدوتك التي يتمناها كل حسيب ونسيب في قريش. فلما النبي حب يجوزها من مولى من الموالي. فاعلمي أختاه. عايزة قدوة في ايه تاني؟ فاعلمي أختاه. عايزة واحدة بتراقب ربنا فعلا وبتخاف من ربنا عشان اعمل زيها بالظبط. نساء لكنهم رجال. ام عمار في غزوة احد لما شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، الشجاعة. والصحابة اغلبهم فرد، الشجاعة. ولم يبقى مع النبي الا 9 فقط من الصحابة، الشجاعة. 7 من الانصار و2 من المهاجرين اللي هم الشجاعة. سعد بن ابي وقاص وطلحة بن عبيد الله. ام عمار اول ما شافت المنظر ده راحت سحبة السيف. الآن لها تعود وتهز أركان الوجود، الآن لها تعود وتهز أركان الوجود، سيخطها عزم الجنود سيخطها. وقفت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ام عمار عايزة قدوة في ايه تاني؟ شوف امرأة سوداء وبتصرع وبتتكشف غصب عنها، يعني لو جسمها كله اتكشف شوية ما عليهاش اي ذنب ولا وزر الله معذور. وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، دي مستكرهة غصب عنها يعني جسمها بيتكشف. عايزة قدوة في ايه تاني؟ طب قارني بقى بين ديت، بين هذه المرأة المؤمنة التي هي من اهل الجنة، الوعد الصادق صلى الله عليه وسلم، وبين الفتاة المسكين المحرومة اللي محرومة من انها تكون متبعة لزوجات النبي الامهات المؤمنين. عايزة قدوة في ايه تاني؟ أختاه هذه قدوتك. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. عايزة قدوة في ايه تاني؟ عايزة قدوة في طلب. عندك امك عائشة، امك عائشة اللي كانت دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 9 سنوات، ومات وهي عمرها 18 سنة. سبحان الله، ملأت الدنيا بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بل نقل عن امنا عائشة ربع الشريعة، ربع الشريعة وصلتنا عن طريق امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. أختاه هذه قدوتك. شوفي برضه مثال ثاني جميل، ام ايمن. نساء لكنهم ام رجال. ايمن احتسبت زوجها زيد بن حارثة في غزوة مؤتة لما قتل زيد بن حارثة، وكان من الامراء الثلاثة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة. نساء لكنهم رجال. واحتسبت ولدها ايمن ايضا في يوم حنين. الآن لها تعود وتهز أركان الوجود، الآن لها تعود وتهز أركان الوجود، سيخطها عزم الجنود سيخطها عزم الجنود. علما. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات صوت الجزيرة الإسلامية من القاهرة أن يقدموا لكم أروع إصداراتهم أختاه هذه قدوته لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع مادة هذا الشريط. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة. ونحن بمشيئة الله جل وعلا ما زلنا في تلك السلسلة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها كل أخت مسلمة. ما زلنا مع سلسلة رسائل إلى الأخوات، ونحن الليلة على موعد مع درس غال بعنوان أختاه هذه قدوتك. الحقيقة يعني درس الليلة درس غالي جدا ومهم في غاية الأهمية، لكن عايزين نعرف من خلال هذا الدرس من هي القدوة الحقيقية،
مين هي القدوة اللي المفروض كل أخت مسلمة يعني تجعلها لها قدوة بفضل الله سبحانه وتعالى؟ تعالوا نبدأ الموضوع من أوله. نسمع ما فضل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان على الفطرة السليمة السوية اللي هي فطرة الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها. والحديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. لكن الأصل أن الإنسان مولود أصلا على الفطرة. ولذلك لما اختلف العلماء هل الأطفال في الجنة ولا في النار، يعني لو ولد طفل صغير مات قبل سن التكليف هل في الجنة أو في النار، فباتفاق أن أي طفل مسلم فهو في الجنة بفضل الله عز وجل. أما الطفل اللي هو غير مسلم طب ده نهايته فين؟ اختلف بعض أهل العلم، منهم من قال إن هو هيخش النار، ومنهم من قال أنه يمتحن في الآخرة، ومنهم من قال إنه في الجنة. وده الراجح الذي نقله الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، إن الطفل أصلا ما زال على الفطرة. بعد لما يكبر بقى ويصل إلى سن التكليف فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. قبل كده هو ما زال على فطرة الإسلام. والشيطان دائما للإنسان بالمرصاد من أول لحظة بيتولد فيها، يعني من ساعة ما بيتولد الإنسان والشيطان بيعلن عداوته لهذا الإنسان من أول لحظة. الدليل على كده قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. فقط هم الاثنين اللي هم نجوا من نخسة الشيطان.